السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فلافل او الطعمية، وهنتفادى كل المشاكل اللي بتواجهنا اثناء عمل الطعمية. وزي ما عملنا الفول المدمس وطلع معانا حلو قوي ولونه كهرمان وكل التعليقات جت جميلة جدا، وبإذن الله هنعمل الطعمية او الفلافل وهتعجبكم بإذن الله. ودول اول وصفتين في تجهيزات لسحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. واهم حاجة نحط لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. اول حاجة نجيب نص كيلو فول مدشوش ونبله كده. انا حطيت له مية سخنة عشان يبقى سريع معايا زي ما عملنا الفول، يعني قعد حوالي في المية السخنة حوالي 4 ساعات، وبعد كده صفيته. بس ما يقلش عن 4 ساعات، يعني هو مفروض يعني الافضل يبات ليلة او 6 ساعات، او ما يقلش عن 4 ساعات. بس وصفيته كده في مصفى ونزلته في طبق كبير، وحطيت عليه معلقة كبيرة توم مفروم، وقطعت فلفلاية خضرة كده، سواء بقى لو بتحب الحار حطي حار، وبصلاية متوسطة قطعتها، وطبق صغير كده بقدونس، ولو مفيش بقدونس فيه ممكن نستعمل كزبرة خضرة. بس وهنقلب كده المكونات كلها مع بعض عشان تتداخل مع بعض. وهنجهز الكبة كده وهنبدأ ننزل فيها نص الكمية، واللي ما عندوش كبة زي كده ممكن يطحنها في الخلاط عادي، بس هيزود يعني حب شوية مية أكتر من اللي أنا هستخدمهم في الكبة، ويستخدمهم شوية شوية، يعني ما يستخدمش نص الكمية زي ما أنا عاملة. لا، بحبة صغيرين يطحنهم وبعد كده ايه ننزلهم في مصفى عادي خالص. الخلاط زي الكبة مفيش أي مشكلة. وبعد كده نطحنها طحنة كويسة كده، واحاول كده اجيب الاسباتيولا اللي تحت فوق كده عشان خاطر كله يعني يطحن كويس. ولا يقولي انها مش خضرة قوي، انا بحب تكون الطعمية فاتحة. لو انت بتحبيها يعني خضرة قوي او زيادة عن كده في اللون، زودي ممكن كرات، ممكن كزبرة، ممكن بقدونس، بس انا بحبها كده، بحبها تكون فاتحة من جوه. وهستخدم في نص كيلو كلهم حوالي نص كوباية مية صغيرة، دي عشان بس تتحرك معايا الكبة وتطحن كويس. وما تقلقوش مش هتفك منكم، ليه؟ لان احنا هنستخدم يعني العجينة اللي هنطحنها هننزلها في مصفى فهتصفي نص الكوباية اللي انتوا شايفينها. بس كده المصفى اللي انا مجهزاها تحتها طبق كده، وهنزل فيه العجينة الطعمية. عايزة اقول لكم ان الحاجات دي لو عملناها في البيت بتفرق اوي في النظافة وتفرق في السعر، وتعرفي انت بتحطي ايه وانت يعني برضو يعني المطاعم مش متأكدين من نظافتها كويس. وزي ما انتوا شايفين سندوتشات الطعمية والفول بقت غالية قوي. فكده انا معايا يعني خزنت فول في الفريزر ودي خزنت طعمية، فكده تحت ايدي في اي وقت للفطار او العشاء او لسحور رمضان اللي باذن الله الفترة اللي جاية. كل سنة وانتم طيبين. وهننزل كده نص الكمية التانية ونطحنهم بنفس الطريقة. وهننزل باقي نص كوباية المية. بس كده، وهتأكد بس ان كله طحن معايا. وهنزل الكمية الأولانية عشان يطحنوا ويتخلطوا مع بعضهم كلهم وتنعم أكتر معايا.
بس كده هشغل الكبة مرة تانية، وبكده يا عجينة الطعمية جهزت معايا. محدش يقلق خالص من نص كوباية المية اللي انا حطيتها. كده كده هتصفى معايا في المصفى اللي انا حطاها كده. اي سوائل زايدة هتنزل في المصفى. وهننزلهم كده في الطبق. بس كده وهنخزنها في اكياس كده، اكياس تلاجة، على قد الكمية اللي انا هستخدمها او اللي انا قايلها لاولادي. بس كده وابططها عشان ما تاخدش معايا مساحة في الفريزر، عشان احنا الفترة اللي جاية عايزين نخزن حاجات كتير رمضان. فمش عايزين ايه يعني تاخد مساحة كبيرة في الفريزر بتاعتي. بس شايفين لونها فاتح ازاي وحلو ازاي وطرية وجميلة جدا. ابدأ كده اكيس الكمية اللي انا هكيسها. بس انا ما حطيتش توابل ولا حطيت اي حاجة. يعني تتخزن بالطريقة بنفس الطريقة دي. اما التوابل هتتحط اثناء يعني قبل القلي بحاجة بسيطة. بس كده هطلع منها الهواء وابططها. بس كده وابدأ اخزنها في الفريزر على طول، ما اسيبهاش كده في الهواء. ادخلها في الديب فريزر على طول. ويلا بقى نقلي معانا شوية طعمية كده للفطار. حطيت معلقة كزبرة ناشفة مفرومة، ونص معلقة ملح ورشة شطة ونص معلقة كمون، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر أو كربوناتو، بس أنا بفضل البيكنج باودر. بس كده هخلطهم بالمضرب اليدوي كده. ولو في بيضة، يعني أنا جربت موضوع البيضة على الطعمية، على عجينة الطعمية تطلع طعم وشكل ولون وخفة ملهاش حل. وجهزت طلعت كده كيس فول من اللي أنا عاملاه من المرة اللي فاتت. واللي ما شافش وصفة الفول يدخل على طول يتفرج على الوصفة. وكان في تعليق جايلي عن موضوع الفول المرة اللي فاتت، ان بتقولي متابعة. لا، ده هو استوى من فول سريع، فهو استوى من جوه والقشرة لا. زي ما انت شايفة الفول طالع من الفريزر زي الزبدة. مفيش الكلام ده خالص. وانا حبيت اعمله معاكم تاني طبق فول تاني عشان خاطر المتابعة تتأكد ان هو مستوي جدا. بس كده قليت الطعمية في زيت غزير على درجة حرارة متوسطة، بلاش درجة حرارة عالية، لأن العالية هتفتت الطعمية معايا. شايفين الطعمية لونها ذهبي وجميل ازاي. وحاطط لها سمسم، أحلى من اللي بنجيبها من المطاعم برا. طعمها يعني طعمها وشكلها يفتح النفس والله. ودي الطعمية المدورة اللي بنجيبها من برا. عملتها كورتها برضو وعملتها، عشان اللي بيحب نفس الشكل اللي بنجيبه من برا اهو الطريقة. اكورها بايدي بس واحطها في الطاسة، واقعد اقلبها كده يمين وشمال عشان تستوي من كل الجوانب. بس كده احمرت معايا. بس كده هرست الفول بالشوكة ونزلته كده في طبق. يبقى انا كده مخزنة طعمية ومخزنة فول مدمس. وكده الفطار معايا جاهز في اي وقت، او فطار او عشاء أو اي حاجة. بس هنزل كده بغطا زيت ورشة شطة ونص ليمونة.
ورشة كمون، والملح ظبطيه زي ما انت عايزة. بس كده فرشت شوية بقدونس كده من اللي زايدين معايا، ورصيت الطعمية اللي تجنن دي. واللي يقول ان في طعمية متاكلة ده اثناء القلي ما قدرتش اقاوم صراحة طعمها، فانا خبيتها على طول. بس كده عملنا فطار جميل وسريع، وخزنا الباقي في الفريزر على وقت احتياجنا نطلعه. اهم حاجة متنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت تكتبوا لنا تعليق حلو من تعليقاتكم الجميله كده اللي بتدفعنا دائما لقدام. وزي ما قلت لكم اهو، شايفين الطعميه فاتحه من جوه وهشه جدا ومستويه، وما فكتش معايا في الزيت ولا اي حاجه. يلا سلام، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم عشان يستفادوا بالوصفه. سلام.